أهلا بكم تاني معانا في مطبخ ميمو. إحنا النهاردة عايزين نكسر قاعدة في المطبخ المصري أو عامة في المطبخ العربي بتقول إن إحنا مادام عندنا أكل فراخ أو لحمة لازم يبقى معاه رز بالخضار، أو أقصد الخضار ملوخية بطاطس بالصلصة، أو مكرونات. لا، إحنا عايزين يعني نعود عيالنا إن في بديل للرز والمكرونات. طيب إحنا هنعمل الكلام ده النهاردة مع بعض، بس قبل ما نبدأ في الفيديو دعمكم واشتراككم وتعليقاتكم عندنا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. طيب، هنا معانا صدرين فراخ وقسمناهم من النص كده زي ما انتم شايفين. وفي معلومة حبايبي عايز اقول لكم عليها، معلومة مهمة جدا. صدر الفراخ مادام لونه اصفر داكن كده يتاكل واحنا مغمضين عينينا. يعني ما تفرحوش بلون الفراخ لما بيكون فاتح، يعني ابيض كده، لا، هو اللون ده اللي احنا عايزينه. ده معناه ان الفراخ واكله ذره. تمام كده. اه، اللون الاصفر الداكن ده. وزي ما قلت لكم احنا قطعناها كده مع بعض. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي بشويه فلفل احمر، مع شويه فلفل، اسف، بابريكا حمراء، مع شويه فلفل اسمر ناعم خشن اللي موجود عندنا، مع شويه كزبره ناشفين. خلي بالكم التوابل اللي انا بحطها ديت اهو، مع شوية زعفران. الزعفران يعني من التوابل الجميلة جدا، وبتدي ريحة حلوة أوي في الأكل وطعم برضه. مع شوية زيت، زيت زيتون، زيت عادي المتوفر عندنا في البيت. خلي بالكم أنا ما حطيتش ملح خالص، وهقول لكم ليه بعدين. وبنقلب التوابل ديت مع صدور الفراخ. طيب، تبلنا صدور الفراخ، وخلي بالكم صدور الفراخ هو أصح جزء في الفراخ يتاكل. بالمنظر ده كده بنحطها على جنب، وبنيجي بقى ديت صينيه من الخضار، اي خضار عندنا في البيت. الخضار اللي لقيته موجود عندي في الثلاجه حطيته، وهو عباره عن بطاطس ومشروم. المشروم ليه طرق متنوعه في الطبخ وجميل جدا. اهو مشروم بطاطس. بصوا بقى، انا كان ممكن احط بصل عادي، بس يعني معلومه مهمه عايز اقول لكم عليها، خدتها من المطبخ الصيني. يا ريت نطبخ بالبصل اللي هو البصل الاخضر. البصل الاخضر بيدي طعم جميل جدا مع الخضار. دول حوالي 3 4 بصلات خضر قطعتهم صغير كده زي ما انتم شايفين، وهنحطهم مع المشروم والبطاطس اهم. ونيجي بقى للتتبيله الخطيره اللي انا هقول لكم عليها تاني. بابريكا حمراء اهي، نكتر منها ما نقلقش، مع شويه ملح بساط جدا، مع شويه فلفل اسمر خشن او ناعم المتوفر عندنا. برضو شوية زعفران. وأكيد أنتم ملاحظين إن أنا بستخدم في المطبخ عندي زعفران كتير جدا، عشان بصراحة بيدي طعم رهيب سواء في الخضار أو مع اللحمة أهو. وشوية دبس الرمان. الله يا جماعة على دبس الرمان في أي حاجة، لحوم خضار، دبس الرمان لازم يبقى موجود. تمام كده. شوية كزبرة خضراء. التتبيلة ديت مع الخضار أوعدكم لو عملتوها للأولاد هيطلبوها على طول، ولا هيقولوا لكم رز ولا هيقولوا لكم مكرونات اهو. مع شويه توم برضه، ونقلب الكلام ده كله في بعضه. اسف ونسينا شويه زيت اكيد، برضه زيت عادي، زيت زيتون اللي متوفر عندنا. ونقلب ده كله في بعضه. وده كان الخضار بتاعنا بعد ما تبلناه. بصراحه الخضار من شكله
ومن ريحته يتاكل قبل ما يتطبخ، وهندخله الفرن واول ما يستوي هنطلعه. طيب حبايبي، زي ما قلنا احنا دخلنا الخضار بتاعنا الفرن، وبنرجع للفراخ، صدور الفراخ بتاعتنا تاني. بنجيب طاسه وبننزل بيها على البوتاجاز، يا اما بحته زبده يا بحته سمنه. زيت لا، وهقول لكم ليه بعدين. بننزل بصدور الفراخ، بنحمرها من الوش والظهر، وهنرجع لكم تاني. وده كان شكل صدور الفراخ بعد ما حمرناها. شفت شكلها حلو ازاي؟ طبعا التتبيله بتفرق جامد قوي. كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. بنقوم جايين بالطاسه، نفس الطاسه اللي احنا كنا حاطين فيها السمنه، نازلين بيها على البوتاجاز تاني، ومنزلين كعب واحد مرقه دجاج عشان يدي بس طعم. تمام كده. ونقوم جايين نازلين بحوالي معلقه ونص دقيق، ونحمرهم كويس قوي في السمنه. عشان كده قلت لكم احنا مش عايزين زيت، يا زبده يا سمنه، عشان نعرف نحمر الدقيق معاه. لكن مع الزيت مش هينفع خالص. وبنحمره كويس كده اهو. وليه انا قلت لكم في اول الحلقه انا ما تبلتش الفراخ بالملح؟ عشان بعد ما الزيت يدوب كده في السمنه والمرقه بتاعت الفراخ، بقوم جاي نازل بالصويا صوص بتاعتي اهي. بقوم جاي بالميه من الحنفيه، ميه من الحنفيه، وابتدي اقلب في الصوص كده عشان انا مش عايز الصوص مكلكع. وعلى فكره لو ما عندناش صويا صوص مفيش مشكله، احنا ممكن نخلي الصوص بتاعها فاتح، بس انا عن نفسي بفضل الصوص الغامق في اللحوم، سواء في اللحمه او الفراخ اهو. وبعد كده بقوم جاي نازل بصدور الفراخ بتاعتي تاني اهي في قلب الصوص، وبسيبها على البوتاجاز تستوي مع الصوص كمان من 15 ل 20 دقيقة على نار هادية جدا، وارجع لكم تاني. وده كان المنيو بتاعنا بعد ما خلص. اهي صدور الفراخ بالصوص بتاعها الجميل ده اهو. شايفينه تقيل ازاي؟ ده القوام بالظبط بتاع الصوص اللي احنا عايزينه مع الخضار اللي احنا شويناه في الفرن. شوفوا عامل ازاي اهو. اتمنى انك تجربيها للاولاد في البيت، ولو عجبتهم يعني ما تنسينيش في دعواتك واشتراكك ليا في القناة عشان يوصل لك كل جديد. ونشوف الفراخ معانا. بسم الله. خطيرة الصراحة. حتة بطاطس نحطها في الصوص، اتمنى ان كنتوا تجربوها بصراحة. ولو عجبتكم ما تنسوناش بقى بشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.